السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بخير وبصحة جيدة. بداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا جماعة حابة أحكي لكم أكتر عن الهدنة اللي بيحكي عليها العدو الغاشم، وتفاصيل أكتر عن بالذات بالتحديد عن محافظة الجنوب، مدينة رفح. هذه المدينة اللي أنا أنشأت وترعرعت فيها، وبالتحديد من حي الشبورة. طبعا اللي بيتابع أخبار على قناة الجزيرة شاف هذا الحي قديش قناة الجزيرة حكت عن حي الشبورة، قديش العدو الغاشم اتضرر في هذا الحي. ووريتكم وهوريكم في هذا الفيديو الجنون الاحتلال بالتحديد لهذا الحي. طبعا الجنون كان في كل محافظة رفح وفي كل غزة، بس حي شبورة شاهد دمار كتير كبير، لدرجة انه في حفر في الارض مداها 20 متر. هذه الحفر كان قولوا مثلا حي كامل سكني، ما فيش حي سكني، هي عبارة عن حفرة مداها 20 متر في الأرض. طبعا بالنسبة للرجوع لرفح صعب كتير. في أول يوم الهدنة للأسف الاحتلال خاين العهود، وخاين هو بشكل عام. هو هم خاينين، لا إلهم ملة ولا إلهم ضمير، فهو عدو غاشم، فهو عدو خاين. طبعا قالوا الهدنة الساعة 8:30 صباحا، والناس اتوجهت على مدينة رفح، وقفت على أطراف مدينة رفح من الساعة 7 الصبح. طبعا كان طبعا والدي واخواتي وعمامي يعني وكل عيلتي، لأنه كلهم من الجنوب، كانوا واقفين على الحدود، على أطراف مدينة رفح، مش على حدود، على أطراف مدينة رفح بين محافظة خان يونس وبين محافظة رفح. فبيستنوا إنه تصير الساعة 8:30 عشان يفوتوا المدينة، لأنه العدو الغاشم قال لك 8:30 الهدنة. فصارت الساعة 8:30. طبعا هم مشيوا من محافظة خان يونس لمحافظة رفح مشيا على الأقدام، بسبب إنه الشوارع مدينة رفح لا يمكن إن تمشي فيه فزبة، أو إنه يمشي فيه سيارة أو أي وسيلة، إنه ممكن وسيلة توصيل صعب، لازم مشيا على الأقدام من فوق ردم البيوت، لأنه ما فيش شوارع عامة مفتوحة. خلينا أشرب النسكافيه. المهم يا جماعة، طبعا لما أنا حكيت مع والدي وإخواتي ومع قرايبي، فبقولوا لي بلشنا نتحرك نفوت المدينة 8:30 زي ما قال العدو الغاشم أو الشيطان الصغير. فاتوا 8:30 إلا صوت لسه شغال، في ناس بتشد، في صوت طخ، والطخ حواليهم جنبهم. فهم استغربوا، يعني شو في، مش مستوعبين ولا مدركين الأمر، إنه طب هدنة 8:30، طب ليش لحتى الآن برموا صواريخ بضربوا، ليش لحتى الآن في صوت طخ؟ عشان هو عدو غاشم، عشان هم خاينين العهد. فرجعوا حكوا خلاص احنا الهدنة هتبلش في رفح 11:30. طبعا ربنا لطف في أهلي وفي إخواتي، لطف بكتير ناس، وربنا يرحم الناس اللي استشهدت، برضو ربنا يشفي الناس اللي تصاوبت. طبعا طبعا الناس اللي كانت راجعة على المدينة راجعة تتفقد بيوتها وأملاكها. في ناس كانت راجعة تدور، للأسف يدوروا على جثث أبنائهم. في فيديو شفته لسيدة من محافظة مدينة رفح، وابنها كان مفقود، فلقت جثة ابنها من الملابس بتاعته، عرفت انه هذا ابنها.
فلكم أن تتخيلوا، والدي بيقول لي إحنا طول الطريق من أول ما فتنا رفح لحد ما وصل وسط المدينة، إحنا حي شبورة وسط المدينة. فبقول لي لك أن تتخيل يا ريهام الجثث في الشوارع متحللة، عبارة عن عظم وشعر، عظم وشعر. انا مش راح اقدر ان انا احط هيك صورة، او بحاول ان احط هيك صورة، بس يا رب انه ما يعني ما خدش حذر على الفيديو. متخيلين انه ششد ومتحلل، ولسه الحذاء في رجله، والملابس شبه متقطعة على جسمه، وهو هيكل عظمي متحلل. فالفرحة للأسف ما كانتش فرحة بالنسبة لإلنا، كان وجع كبير، لأنه إحنا يعني أخلو مدينة رفح إلنا تقريبا 8 شهور أو 9 شهور تقريبا. وأول مرة يسمح العدو الغاشم، طبعا مش على كل الأماكن في رفح، الأماكن الحدودية اللي في رفح ممنوع حدا يوصلها. يعني أختي ما راحتش على بيتها، وبيتها مقصوف، بس ما قدرتش إنها تروح حتى على المنطقة بتاعة البيت. فيسمح لأماكن هو حددها. فلكم أن تتخيلوا الجيران والحبايب متفرقين إلهم 8 شهور أو 9 شهور في الخيم. طبعا أنا راح أحكي عن أهل حارتي، وطبعا الحكي اللي أنا بحكي عن أهل حارتي بنطبق على كل الأحياء الموجودة في جنوب غزة أو في الشمال، لأنه العودة كانت للجنوب وللشمال. فأنا في الفيديوهات هذا شفته، والدي هو ماشي يجي يسلم عليه أبو العبد، وين يا أبو العبد كيف حالك شو أخبارك اشتقت لك، وين يا أبو يوسف كيف حالك شو أخبارك اشتقت لك. فالجيران وهي ماشية اتجمعت الحبايب، وتجمعوا الجيران، وتجمعوا أهل المنطقة، وكلهم مع بعض وفايتين المدينة على أمل، ويعني إنه يلاقوا إشي من أملاكهم، يلاقوا إشي من عفش البيت. في ناس راحت طلعت من بعيد، لقت بيوتها عبارة عن جورة وفيش إلها أي معالم، سحبت حالها ورجعت على الخيمة، لأنه رفح لا تصلح للحياة، لا مية ولا أي إشي، غير إنه ريحة الجثث لسه في الشوارع، وريحة المسك في الشوارع. طبعا لما والدي وصل بقول لي أنا لما وصلت بيتنا ما عرفش البيت، بقول لي ما عرفتش معالم الحارة، ما عرفتش معالم البيوت، ما استوعبتش، مخي ما جمعش، لأنه الدمار اللي شافه أو اللي شافوه بشكل عام أهل رفح صعب إنه في عقل يستوعب هذا الدمار، صعب. يعني لا شوارع ولا شجر ولا حجر ولا أي إشي، والعدو هو بحاله أعلم قال تم تدمير 90% من المحافظة. وفعليا يعني في كل منطقة أو حي ممكن تلاقوا بيت واحد ومش صالح، يا إما محروق يا إما الحيطان طايرة والعمدان واقفة. فالوضع كان أو مازال الوضع سيء جدا. لما والدي وصل البيت، طبعا البيت مكون من 3 طوابق، ارتفاع البيت أبو 3 طوابق صار تقريبا ارتفاع 2 متر بس، لأنه هو عامل زي البسكوتة. وعمارة جيراننا برضو 3 طوابق تقريبا عاملة زي البسكوتة، يعني الحي كله واقع بلا استثناء، المنطقة كلها واقعة بلا استثناء. والبيت اللي ضلوا يعني في فيلا قبال بيتنا جزء منها مقصوف
والجزء اللي واقف كان مقر لإلهم. لقوا أكل لإلهم الكلاب، وعلب خمرة وشغلات مقززة زيهم. اليوم بحكي مع والدي بقول لي وأنا فوق طالع يعني بحاول إنه ياخد حرماء، يعني في شغلات مبينة على وجه من فوق على وجه العمارة بتاعتنا بعد الدمار. يعني في لقى الحرامين تاعوني اللي أنا الحفاتي الشتوية اللي أنا كنت أتغطى فيهم، لقى في شوية تواعي. فبقول لي في ريحة جثث، في ريحة جثث. وجارنا طلع بقول برضو فوق الردم تاع بيته في ريحة جثث. فيا عالم جثث مين هاي، وربنا يرحمهم يا رب. يعني أكيد هاي جثث الأبطال اللي كانت تتنقل من بيت لبيت وتحارب هذا العدو. هذه الأبطال اللي شاهدت كل هذا الدمار. انتم متخيلين حد يعني حدا بتصدى أنا في كلمات مش قادرة إن أنا أحكيها عشان أنا ما يصيرش تقيد على الفيديو، بس شخص بتصدى لعدو غاشم. هذا العدو جايب يعني بحرونية بمعنى الكلمة، بيرمى عليه نووي، بيرمى عليه كل الأشياء الحديثة، الأشياء المسلحة اللي إلها الأشياء الحربية كلها حديثة. هو بتصدى لإلهم بكلاش أو بشغلات بسيطة. يعني عن جد عن جد إنه هدول أبطال، أبطال. لدرجة إنه كان في الحارة في برميل مي، هذا البرميل جنب بيتنا، هذا البرميل بعبي مي. لما صارت أزمة الكهرب وما فيش كهرب إنها تسحب المي من الأرض للتنكات فوق السطح، فنزلوا هذا البرميل على أساس إنه المي تطلع مباشر من الأرض تتعبى في البرميل بدون كهرب بدون موتور. فطبعا هذا البرميل كانوا الأبطال يشربوا مي من هذا البرميل، واللي عاش منهم بعت يعتذر من أصحاب الناس تعون البرميل المي، يعتذر سامحونا احنا استخدمنا المي تاعتكم، احنا شربنا من المي بتاعت البرميل تاعكم. يعني لك أن تتخيلوا حدا مضحي بروحه وفي عمره وشاف أهوال يوم القيامة وتصدى لهذا العدو الغاشم، واللي عاش منهم بيعتذر إذا فاتوا بيت بروحوا إحنا بنعتذر إحنا فوتنا بيت فلان، إحنا بنعتذر إحنا أخدنا أكل من بيت فلان، إحنا بنعتذر إحنا شربنا مية من برميل فلان. شو هاد؟ شو الأخلاق هاد؟ هدول الناس مش ناس طبيعية، متربين على مبادئ، على قيم، على دين، على عقيدة، مش ناس عادية. فربنا يا رب يرحمهم برحمتهم، سواء كانوا عايشين أو كانوا يعني ربنا اصطفاهم. ربنا يرحمهم ويرحمنا يا رب. نرجع تاني لموضوع الهدنة. رفح لا تصلح للسكن. في وسط مدينة رفح لسه في دبابات وفي رافعات وفي قناصات. كل يوم في ناس بتتصاوب أو بيتم استهدافها بتستشهد، يعني ربنا بيصطفيهم في رفح. فالوضع خطير. حتى اليوم نزلوا خبر إنه يا أهالي رفح حاولوا إنكم ما تروحوا على رفح، خلاص عبال ما نشوف لوين بدها توصل. أي هدنة هادو لسه لحتى الآن. أنتوا ماشي أوكي، وقف الطخ وقفت المجازر، بس هذا الجيش
أو هذا العدو الغاشم بتغذى على الدم، هو تربى على الدم، بتغذى على الدم. يعني رغم انه في هدنة بس هما مش قادرين. معذور، جيش البامبرز معذور، مش قادر يتحمل انه في هدنة او يستوعب انه في هدنة. هو بيتغذى على الدم. هم في الابراج وفي الدبابات بقنصوا على الناس. يعني اول امبارح طفل من دار بربخ، طفل عمره 10 سنوات تقريبا، قتلوه. فالوضع سيء سيء، والناس مش قادرة ترجع على رفح لأكتر من سبب. السبب الأول إنه الوضع سيء، لسه طيران الكواد كابتر بتمشي في الشوارع بين الناس في رفح. السبب التاني إنه في أبراج قنص في رفح. السبب الثالث إنه لسه في رافعات ودبابات موجودة في رفح. وفي جزء كبير، يعني نص المدينة، لسه النص اللي على الحدود المصرية هدول ما راحوش يشوفوا بيوتهم لأنه ممنوع. كمان سبب إنه رفح لا تصلح للسكن. رفح الأرض بتاعها عبارة عن برس هلقات، يعني من الأرض، لأنه الأرض مفحرة كلها. مفيش بيار مي، يعني كل بيار تم استهدافها، مفيش مي. لازم إنه نرجع نصلح هذه البيار عشان يصير في المحافظة أقل ما فيها مي، عشان الناس ترجع. مفيش أي مقاومات للحياة للأسف. للأسف إنه ما فيش أي مقاومات للحياة في رفح. بالإضافة إنه الوضع سيء كتير للغاية. طبعا أنا بتوقع إنه الهدنة ما تتمش يعني، بس الله يستر يا رب إنها تتم الهدنة عن خير وتخلص هي خلصتش يا جماعة، هي هدنة وفي شروط للهدنة، ولازم يتم أي أثناء الهدنة سلم واستلم، والباقي تفاصيل عندكم. يعني سلمني أسرع وأسلمك أسرع، و... وممكن إنه بعد ما ياخد الأسرة تاعته يرجع يقصف. فلسه الأمور مش معروفة وين رايحة يا جماعة، الأمور مجهولة لحتى الآن، الأمور مجهولة. فيا رب يعني تكون فعليا خلصت الحرب. طب احنا لنا يومين بنيجي على رفح، انا بطالب المؤسسات الخيريه والمبادرين يغيثوا اهل رفح بشكل عاجل بالمياه بصوره عاجله. يعني فيش برفح اليوم تلاقي نقطه ميه. الاف النازحين اليوم تيجي تفقد بيوتها هنا، يعني العطش ذبحها، لا يوجد اي نقطه مياه في رفح. انا بطالب المؤسسات الخيريه والمبادرين اهل الخير التحريك سيارات المياه باتجاه رفح من خان يونس في اقرب فرصه في منطقه تل السلطان. هنا موجودين، فيش نقطه مي اليوم تشرب. يعني النازحين اليوم تيجي تفقد بيوتها زي هيك مش ملاقيه ميه تشرب، وهي النازحين قاعدين مياه فيش. فانا بطالب الجمعيات المؤسسات الخيريه واي مبادر، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويا رب انه نقدر نرجع على رفح ونعمر فيها. طبعا احنا بحاجة انه الناس بتروح على رفح بتموت من العطش، عطشانة. نزل الصحفي قبل فترة انه مناشدة يا جماعة للمبادرين اللي بيساووا سقيا ماء واللي بيوزعوا طعام، تعاوزوا في رفح. فيا جماعة اللي حابب انه يساهم ويشارك، انا بنت هذه المدينة، أنا بنت هذه المدينة، وبتمنى إنه يكون لإلي نصيب إن أنا أقدر أساعد أهلي ومدينتي وحي الشابورة بالتحديد. نقدر إنه نبعت شحنيات سقيا ماء للناس اللي قاعدة. مثلا من كل عيلة بتلاقي شخص قاعد حارس، رغم إنه البيت مقصوف بس قاعد حارس للبيت. يعني انتم شعب جبار، شعب جبار، صبور صبور لأبعد الحدود، صبور لأبعد الحدود.
فالناس اللي بتسألنا على الهدنة مش زي ما انتم متخيلين في موت، بس يعني بنسبة قليلة جدا. في رفح بتخوف كتير، فيها قناصات، كل يوم في شهداء في رفح، كل يوم في إصابات في رفح. في رافعات، في دبابات، ومش كل أهالي رفح رجعوا على رفح عشان انتوا تكونوا برضو بالصورة. رفح لا تصلح للسكن، لسه الناس نازحة في الخيام. احنا بحاجة ان طبعا شركات النقل في دولة مصر الشقيقة، وكل الشكر لهاي الدولة العظيمة، هتدخل ان شاء الله على القطاع الآلات الثقيلة للجرافات والشحنيات يعني والآليات، الآلات اللي نقدر إنهم يقدروا يشيلوا الردم من خلالها، يفتحوا الشوارع ويشيلوا ردم ويشيلوا البيوت اللي مقصوفة. طبعا بدهم فترة طويلة، لأنه صعب إنه الدفاع المدني يتكفل بهذه المهمة لحاله. أنت بتحكي عن مدينة كاملة متدمرة، فالأمور كتير صعبة. طبعا يعني لدرجة اليوم والدي بيقول لي راح على رفح، طخ واحد قباله. وأول امبارح لما راح على رفح في بيتنا، يعني رغم إنه كان متدمر هيك، بس بحاول إنه يطلع أي إشي من البيت. إجا جارنا سلم عليه، الله يرحمه، اسمه زهير عفانة. سلم عليه وتفقد مع ابوي البيت، وكان جنبه يعني، فقنصوه واستشهد. الوضع سيء مش زي ما انتم متخيلين، فربنا يفرجها يا رب. حاليا احنا بحاجة انه يا جماعة نقف مع اهالينا، بالتحديد في مدينة الجنوب، لانه هي مدينة منكوبة، مدينة منكوبة حرفيا، مدينة منكوبة. بحاجة انه نوزع مية، سقيا ماء، بحاجة انه نشغل ابيار في هذه المدينة. فاللي حابب انه يساهم يتواصل معي على رقم الواتس. في فيديو تاني هصور لكم اياه. بتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لهذه القناة وتعملوا اللايك. شكرا كتير لكم، مع السلامة.